الصيف وبلاويه واللي بيجرى فيه. لا لا، مش هتكلم عن اللبس، لا. أنا هتكلم عن الريحة. مهما كنت عزيزي المواطن مقيم في أي دولة، فدايما في الصيف هتهب عليك روايح كده غريبة جدا. تبقى مش عارف المصدر ده بشري أم إن هو مصدر مختلف، الريحة جاية منه. فتعال نقول شوية تيبس اند تريكس تيسر عليك وعلينا الحياة، علشان أصلا الحياة بقت كلها مرار. مش ناقص إن المرار يختلط بريحة رهيبة تنكد علينا الدنيا أكتر ما هي بتنكد علينا يعني. فتعالوا كده نتكلم في شوية حاجات. أولا، لو انتي محجبة او انتي واحده عادي جدا مش محجبه، بس يعني مش نازله بكت يعني، فلطيف جدا ان انت تلبسي تي شيرت قطن تحت اللبس. هتشرب كتير جدا جدا من العرق، والتي شيرت دي على طول ترجعي من البيت تحطيها في قلب باسكت الغسيل علشان ما ينفعش تلبسيها تاني. ده ممكن شوية يخليكي ما تغسليش لبس الخروج بعد أول غسلة، لكن برضو لازم تقيمي الوضع لما ترجعي وتشمي كده اللبس، تشوفي شكله عامل ازاي وتشوفي محتاج ان هو يتغسل ولا لا. سنن الفطرة، ربنا سبحانه وتعالى موضح لنا جدا في سنن الفطرة المفروض يحصل ايه. الشعر اللي في الاندر ارم ده مهما عملتي بيجيب بكتيريا، بيجيب ريحة عرق رهيبة، بيجيب اشمئزاز الحقيقة للشكل، سواء كنت راجل او ست. فسنن الفطرة بكل بقى اشكالها انا مش هنتكلم عنها بالتفصيل. بس يعني الضوافر اللي تتقص، انا ببقى مستغربة قوي الولاد اللي ماشيين بضوافرهم طويلة ومش نظيفة دي، او طبعا البنات والمنظر يعني. الضوافر تتقص، الشعر، الجسم، ده كله مهم جدا ان احنا نعمل سنن الفطرة. لو جبتي مصنع برفيوم من اغلى الانواع، لو حضرتك اصلا ريحتك مش حلوه، البرفيوم هيخش مع ريحه العرق فهيتقلب لزفت وقطران. فرجاء رجاء قبل النزول الصبح حضرتك او حضرتك تكوني واخدين دش. مفيش وقت الصبح لاي سبب، يبقى قبل ما تنامي كده تخشي السرير ريحتك كده واخده دش ومنعش كده وجميل. تنشفي كويس جدا جدا جسمك، لان الجسم لو ما تنشفش كويس بيعمل كمكمه. شعر حضرتك لو انتي محجبه، الشعر لو ما تنشفش كويس بيعمل كمكمه. فلا تنشفيه طبيعي ان انت تفضلي فرداه كده في الهواء فيتنشف بالهواء طبيعي. لكن لو هتستحمي وتنزلي ما ينفعش ابدا يبقى شعرك مبلول تحت الاشارب، لانه هيعمل ريحه كمكمه. فالحمد لله عندنا استشوارات ممكن جدا على البارد كده اهوت او من بعيد تنشفي شعرك كويس جدا جدا جدا، وبعد كده تحطي الاشارب. ويا سلام بقى لو ترشي عليه حاجة معطرة كده، مخمرية بقى ولا أي حاجة كده، فتقلعي الإشارب بقى آخر اليوم تحسي إن ريحة الإشارب وريحة شعرك وريحة الحياة كلها جميلة يعني. هنتكلم في بقية الحاجات في جزء تاني من الصيف وبلاوي.